السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندك شوية كنافة فاضلين من رمضان، في فيديو النهاردة هنستغلهم وهنعمل بيهم وصفة حلوة جدا وسهلة وسريعة، شكلها حلو قوي وتغيير عن صينية الكنافة العادية. كمان بقى انتي تقدري انك انتي تضيفي معاها اي نوع فاكهة موجود عندك في البيت او اي حاجة، صوصات موجودة عندك في البيت، سوداني، مكسرات، جوز هند. يعني تقدري انك انتي تبتكري فيها على راحتك خالص وعلى حسب الامكانيات المتوفرة عندك. اول حاجه بدأت بيها هو الشربات بتاع الكنافه. حطيت كوبايه من السكر، عليها كوبايه الا ربع من الميه، قلبتهم مع بعض شويه وبعد كده حطيتهم على النار لحد ما السكر بدأ ان هو يدوب. ضفت عليهم عصير نص ليمونه ورشه من الفانيليا، قلبتهم كويس وسبتهم على النار يغلوا لمده 5 دقايق. بعد كده بطفي عليه وبسيبه لحد ما يبرد خالص. بعد كده جبت بقى صاج كبير او صينيه كبيره، وجبت الكنافه اللي عندي ده تقريبا حوالي نص كيلو، طالعه من الفريزر. كسرتها الاول قطع صغيره خالص او ممكن تعمليها في الكبه، وحطيتها كده على الصينيه. انا كسرتها وهي في الكيس بتاعها وبعد كده فضيتها على الصينيه. هنا بتاكد ان كلها بقت قطع صغيره. بعد كده بضيف عليها سكر بودره حوالي معلقتين او 3 على حسب كميه الكنافه اللي موجوده عندك. بس لو هنقول ان ده نص كيلو ممكن نحط عليه معلقتين كبار او 3 معالق. بعد كده ضفت حوالي نص كوباية من السمنة السايحة. لو عايزة توفري شوية في السمنة ممكن تحطي سمنة على زيت، مفيش مشكلة والنتيجة بتكون حلوة جدا. بدعك بقى الكنافة كويس قوي بالسمنة والسكر بحيث ان الكنافة كلها تتشرب من السمنة. بعد كده بفرد الكنافة على الصاج وبدخلها الفرن تتحمر، ومن وقت للتاني بطلعها بقلبها علشان تاخد لون ذهبي من جميع الجهات. او في طريقة تانية انك انتي تاخدي الكنافة كده تحمريها في طاسة على النار بعد ما بتقلبيها مع السمنة والسكر، زي بالظبط ما بتحمري الشعرية. بس انا بشوف ان اللي في الفرن دي اسهل، خصوصا ان كمية الكنافة كبيرة شوية فعلى النار بتاخد وقت اطول. دخلت الكنافة الفرن وكان الشربات خلاص خلص وطفيت عليه. بدأت بقى ان انا اجهز الكريمة. جبت كوبايتين ونص من اللبن، حطيت عليهم 3 معالق كبار من النشا، حطيت معلقة واحدة بس من السكر. انا مش عايزة الكريمة يكون فيها سكر كتير علشان لسه هنحط صوصات، وطبعا الكنافة كمان هنحط عليها الشربات فمش عايزة السكر يبقى كتير في الاخر. بعد كده حطيت كمان رشة فانيليا. دوبت المكونات دي كلها على البارد. بعد كده حطيتها على النار وفضلت اقلب فيها لحد ما بدأت ان هي تتقل. وهنا عندي خلاص العسل او الشربات بتاع الكنافة خلص وطفيت عليه. وهنا الكنافة كانت في الفرن لسه ما بدأتش ان هي تاخد لون خالص، لسه ما قلبتهاش ولا مرة. بعد كده لما بحس ان هي بدأت تاخد لون من الجناب بقلبها كده من فترة للتانية علشان اللون كله يبقى واحد. بعد ما الكريمة تقلت وسبتها لحد ما بردت خالص، ضفت عليها 3 معالق كبار من الكريم شانتيه وضربتها بالمضرب علشان تنعم معايا ويكون طعمها غني اكتر. والخطوة دي اختياري، ممكن تكتفي جدا بالكريمة لحد كده وما تضيفيش خطوة الكريم شانتيه دي خالص، بس انا بحس ان هي بتعلي الطعم. بعد ما بتضيفي الكريم شانتيه لو حسيتي ان الكريمة تقيلة شوية ممكن تضيفي ربع كوباية لبن. كده كل المكونات عندي جهزت، الكريمة خلاص خلصت، وادي الكنافة كمان اتحمرت والعسل كمان برد. دلوقتي بقى هحطهم على بعض. ممكن تحطيهم في صينية بايركس كبيرة او كاسات شكلها حلو، كوبايات، او ممكن الكبات البلاستيك اللي بتتباع في محلات مستلزمات الحلويات. اي حاجة كده شكلها حلو على حسب ما انتي حابة. انا عملت في الاطباق دي بجيب الطبق بحط فيه معلقة الاول من الكريمة، بعد كده بحط حوالي معلقتين من الكنافة وبسقيهم بالعسل اللي انا عملته. وانا بالنسبه لي بحب جدا الكنافه مع الموز، فكان عندي موز حطيت كده شرايح منه في النص. ممكن تستغني عنه او تستبدليه باي حاجه تانية.
الفراولة كمان تبقى حلوة جدا. بعدها بحط طبقة تانية من الكريمة، بوصلها كده للجناب عشان في الاخر الطبقات كلها تبقى باينة من الجناب وتدي شكل حلو. بعد كده برجع احط تاني طبقة من الكنافة وبرضو بسقيها بالعسل. كل طبقة كنافة بحطها بسقيها بالعسل على طول. واخر حاجة من فوق بحط طبقة تانية من الكريمة علشان عايزاها تكون متساوية، عشان بعد كده لما احط عليها بقى الفاكهة او الصوصات او اي تزيين انا حباه يبقى محطوط فوق الكريمة كده فيبقى متساوي وشكله حلو. ممكن كمان تحطي على الوش قطع مانجا تبقى حلوة جدا برضو. هعمل واحدة تانية معاكم وبعد كده هكمل انا بقى بقية الكمية كلها. اخر حاجة بقى هي التزيين. انا عندي هنا صوصات مختلفة، عندي بيستاشيو وكندر وشوكولاتة بيضة وشوكولاتة بالبندق وعندي لوتس. كمان لو في زي ما قلتلكوا قطع مانجا على الوش هتبقى تحفة جدا، او فراولة. باخد كده معلقة من كل حاجة من دول بحط عليها معلقة زيت وبقلبها كويس قوي علشان تسيح معايا بالشكل ده، او ممكن تحطيها في الميكرويف شوية هتسيح معاكي برضو. وبحطها كده على الوش وبسويها عشان يكون شكلها حلو ومتساوي. اول واحدة عملتها باللوتس، بعد كده عملتها بالشوكولاتة بديل النوتيلا. ودي بالشوكولاتة البيضة. بعد كده عملت دي بصوص الكندر، واخر اتنين عملتهم بصوص البيستاشيو. حطيت على الوش بقى عنب وورد مجفف وجوز هند وكريسبي ذهبي وكريسبي ابيض، وكمان حطيت بسكوت. فتفت كده قطع من البسكوت وحطيتها على الوش. وهنا كنت بحط شوكولاتة شيبسي يعني على حسب بقى الموجود عندك. وبس كده عملنا حاجة حلوة سهلة جدا وبسيطة من بواقي كنافة كانت موجودة عندنا من رمضان. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.